السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما تعودنا مع حضراتكم هننفذ موديل جديد، وقبل ما نبدأ نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله هنعمل الموديل الجميل قوي دوت مع بعض النهارده. ستان منقوش في ستان ساده، موديل جديد وحصري جميل جدا جدا جدا، اللهم بارك. انا عملته بكذا لون. موديل جميل حلو قوي وسهل وبسيط ومش مكلف خالص يا بنات. ان شاء الله باذن الله هنعمله مع بعض النهارده بطريقه بسيطه وسهله وجميله جدا. بتمنى تقولوا رايكم في الكومنتات، وبتمنى كل اللي يشوف الفيديو يعمل متابعه للقناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونبتدي ناخد المقاسات بتاعه الستان بتاعتنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحتاج ستان عرض 4 سم يا بنات، تمام، وطول 18 سنتي. هنحتاج قطعتين، وهنحتاج قطعتين عرض 4 سنتي وطول 15 سنتي، تمام يا بنات. بتمنى تكون المقاسات واضحه معاكم. وهنحتاج قطعتين ستان منقوش عرض 4 سنتي وطول 9 سنتي، تمام يا بنات. هنحتاج قطعتين من كل مقاس. وهنحتاج ستان عرض 1 سنتي، تمام يا بنات، وطول القطعة 25 سنتي. أول قطعة. القطعة التانية طول 30 سنتي يا بنات، تمام. يبقى هنحتاج قطعتين، 1 سنتي قطعة طول 30 سنتي، والقطعة التانية طول 25 سنتي، تمام يا بنات. وهنحتاجه كليبس 5.5 سنتي، تمام. هنبتدي نشيط الستان. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطريقة دي هنشيط الستان ونحدد المنتصف يا بنات، تمام. طبعا كل سنه وانتم طيبين ببدايه شهر رجب، ينعاد علينا وعليكم الايام بخير يا رب، اللهم امين. طبعا يا بنات نشد حيلنا كده في الشغل ونتكل على الله، نستعين بالله كده ونشتغل. احلى موسم في السنه هو موسم رمضان. ربنا يرزقنا واياكم، اللهم امين. طبعا ان شاء الله باذن الله احنا في موديلات العيد، تمام. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم موديلات العيد سهله وبسيطه ومش مكلفه. احنا عملنا كذا موديل للعيد يا بنات، ولسه مكمله معاكم ان شاء الله، تمام. ان شاء الله باذن الله يا بنات هعمل لكم موديلات جميله جدا جدا الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله، تمام. كده يا بنات احنا شيطنا الستان وحددنا المنتصف. الستان المنقوش هنحدد المنتصف بالطريقه دي يا بنات، تمام. ونفس الكلام الناحيه التانية، تمام. والقطعه التانية بنفس الطريقه يا بنات بالطريقه دي، تمام. هنحتاج كليبس 5.5 زي ما اتفقنا في الاول. هنبتدي نجيب الستان. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدي نعمل الفيونكه بتاعتنا بالطريقه دي يا بنات، تمام. بتمنى يكون الموديل واضح معاكم كده. نكون عملنا اول جزء في الفيونكه، تمام. ونعمل الجزء التاني بالطريقه دي. موديل سهل وبسيط خالص يا بنات، ومش مكلف ومش بياخد اي وقت خالص، تمام. بالطريقه دي يا بنات، تمام. هنبتدي نجيب القطعه الستان المنقوش ونبتدي نحط المنتصف اللي احنا محددينه على المنتصف بالطريقه دي يا بنات، والجزء التاني من تحت بالطريقه دي، تمام. بالطريقه دي نكون جهزنا معانا اول فيونكه، تمام. هنبتدي
نجهز الفيونكة التانية بنفس الطريقة. بالطريقة دي يا بنات. تمام. هنبتدي نجيب القطعة التانية بنفس الطريقة برضو. نجيب القطعة الستان المنقوش ونبتدي نضيفها للفيونكة بالشكل ده. تمام يا بنات. بكده نكون جهزنا الفيونكة بتاعتنا. هنبتدي نخيط بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي خياطة من تحت يا بنات. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام يا بنات. بالطريقة دي ونبتدي نرجع في الستان تاني عشان نثبت الفيونكة معانا كويس. بالطريقة دي يا بنات. تمام. كده نكون ثبتنا الفيونكة بتاعتنا ونبتدي نقفل الخيط بالطريقة دي. طبعا لو تاخدوا بالكم هنا الجزء فيه قطعة لونها بنفسجي. تمام. وهنا مش فيه بس موجودة تحت، فهنبدل الشريط بالطريقة دي وناخد بالنا يا بنات من نقطة زي دي. تمام. بحيث ان يكون في تناسق في الشكل الظاهر، يعني فاهمين قصدي؟ بالطريقة دي كده يعني كده يكون على الاقل حتى في نفس اللون، هو مش في نفس الاتجاه بس يكون موجود في الفيونكة من فوق. تمام يا بنات. هنبتدي برضو نخيط بنفس الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. من تحت يا بنات هنبتدي الخياطة من تحت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بالطريقة كده يا بنات نكونوا خيطنا الفيونكة التانية يا بنات الجزء التاني. تمام. هنبتدي كده يا بنات نكون خيطنا الجزئين بتوع الفيونكة بتاعتنا. تمام. هنبتدي طبعا معانا شريطة طويلة وشريطة قصيرة. هنا هناخد الشريطة الطويلة نعملها على هيئة فيونكة يا بنات. تمام. هناخد الشريطة الطويلة نعملها فيونكة. هنضيف نقطة شمع في المنتصف. تمام. ونبتدي بالطريقة دي نثبتها يا بنات. تمام. دي الشريطة الكبيرة معانا اللي هي 30 سنتي. تمام. هنجيب الشريطة هنجيب الشريط 25 سنتي بالطريقة دي ونثبت القطعتين في بعض يا بنات بالطريقة دي. تمام. وهنجيب الفيونكة بتاعتنا وهنجيب الجزء التاني. تمام. ونثبتهم مع بعض كويس بالطريقة دي.
تمام يا بنات. هنبتدي عايزين قطعة جوه بسيطة خالص. تمام يا بنات، عشان نثبتها في الفيونكة من الظهر، بحيث نتأكد ان احنا الفيونكة بتاعتنا ملزوقة في بعضها كويس يا بنات. تمام، بالطريقة دي. بسم الله كده نكون لزقنا الفيونكة بتاعتنا كويس. تمام، بالطريقة دي يا بنات نكون لزقنا الفيونكة بتاعتنا ببعضها. تمام، هنبتدي نضيف الديل بتاع الفيونكة، نضيف نقطة شمع بسيطة ونضيف الديل يا بنات. تمام، بالطريقة دي هنبتدي نعدل الفيونكة بتاعتنا. تمام، بالطريقة دي يا بنات. تمام، ونبتدي هنضيف نقطة شمع في الخلف كويسة عشان نحط الكليبس بتاعنا. تمام يا بنات، بالطريقة دي. تمام، وكده نكون خلصنا الكليبس بتاع النهارده. موديل جميل وسهل وبسيط ومش مكلف خالص ستان. تمام يا بنات، هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم نضيف الستان 1 سنتي، نقفل بيه بالطريقة دي. تمام، هنتأكد يا بنات ان احنا ضايفين نقطة شمع بسيطة عشان ما نبهدلش الدنيا معانا واحنا شغالين بالطريقة دي. كده يا بنات نكون خلصنا الموديل بتاعنا. موديل جميل جدا جدا وسهل وبسيط ومش مكلف خالص يا بنات. زي ما موضح معاكم في الصورة كده. شايفين الموديل يا بنات؟ شايفين الموديل؟ بسم الله ما شاء الله، كبير وجميل جدا وشكله كيوت خالص. طبعا زي ما موضح معاكم كده انا عملته بكذا لون معاكم يا بنات. تمام، جميل خالص اللهم بارك شكله. وعملته بطريقة تانية خالص، نفس الفيونكة نفس المقاسات. تمام يا بنات، بس لغاية الديل. تمام، وحطيت لها كليبسات الستان عرض 4 سنتي وطول 10 سنتي، والكليبس 3 سنتي يا بنات. وبكده نكون عملنا الشكلين دول النهارده معاكم. هو نفس الموديل يا بنات ونفس الطريقة، بس حبيت يعني بجرب كذا فكرة، والاتنين بصراحة احلى من بعض يا بنات. بتمنى موديلات النهارده تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.